بسم الله بدينا وعني بيصلينا. شنو احوالكم؟ ان شاء الله راكم بافضل حال. قبل ما ندخلوا في الروسات وندخلوا في التفاصيل، ما تنسوش تعملوا لي ابوني على القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لي جيم باش يعود يوصلكم كل جديد، وباش انا نزيد نتشجع اكثر كنشوف عندي برشا يتبعوا فيا. وان شاء الله يا ربي نسمع عليكم كل الاخبار السمحه. ماذا بيا زاده شويه كومنتارات سوا هكا باش تنقدوني ولا باش تنصحوني في حكايه ولا حاجه، ميسالش. نقبل النقد ونقبل اي حاجه، لسونسيال نفهموا بعضنا ونوصلوا الميساج لبعضنا. اليوم ان شاء الله باش نعملوا بعضنا الروسيت نتاع جو دورانج. صدقوني من ابان الروساتات ومن انفع الروساتات، ومن روسيت واحده تنجموا تخرجوا هكايا مجموعه متنوعه من لي جو. مثلا انا من الجي هذايا عملت البرتقال، عملت سيترون، عملت الدناوو. اما هاني باش نعطيكم شنو يعني كيفاش تفرق هكا شويه بيناتهم، باش نعطيكم السر نتاع التصبير، باش لاني ندور لك العام وهو كما هو. معناتها تجيني بعد عام وتحطيه وتصبي الكاس ما يتفحش الماء الفوق وكل اللب يهبط لوطه، نو يبقى لك جي ما شاء الله. وتو تجربوها وترحموا على والديا. اول حاجه باش نبدو بالسفناريا اللي هي الباز نتاع الجو. السفناريا ماذا بينا تكون اكل الحمراء طيبه، ما تتبعوش هذه اللي عندي انايا، ما لقيتش الحمراء الحلوه، استعملت الصفرة هذه. مش خايبه. اما شنو الفرق بين الحمراء والصفرة؟ انها الحمراء ما تكونسوموليكش برشا سكر، والصفرة تحسوها باسله شويه. انا خديت السفناريا نتاعي، غسلتها، قرقشتها، نحيت لها اكل العرق الدخلاني الاصفر هذاك الكاسح، حطيتها في الكوكوت. ماذا بكم في كوكوت باش تهب على خاطر تو تحسوا سناريه شارفه شويه. صبيت عليها الماء، ماذا بكم ماء فلتر ولا ماء صافيه، باش ما يخاطر ماء السباله سورتو حنايا في الجنوب راهو مر، باش ما يجيش الجي نتاعك مر وما يستهلكش برشا سكر. جبت السناريه نتاعي حطيتها في الكوكوت، وش نصب عليها كيلو نتاع سكر. على فكرة الكونتيتي اللي عندي أنا راني عملت 5 كيلو سناريا، عليها 7 كيلو بردقان. 5 كيلو سناريا عليها 7 كيلو بردقان. حطيتك 5 كيلو هذيك متاع السناريا بعد ما رحت لها العرق متاعها، ما نعرفش قداش ولت. المهم حطيتها في الكوكوت، زدتها الكيلو متاع السكر، شديت كعبة سيترون، قصيت كعبة ليم، قصيتها روندليت بالقشور متاعها وحطيتها في الكوكوت. لهنايا اون برينسيپ راني نحط معاها الفانيليا، اما انايا نسيت ما تذكرت كان كي حطيتها فوق الغاز، مش مشكله. شنو دور للسيترون لهنايا؟ في العاده كيف نغلو السناريا تخرج ريحه خايبه. السيترون والفانيليا كيف يغلوا مع بعضهم مع السناريا تولي ريحه السناريا كانها جاتو، ريحتها تولي فايحه. لهنايا السناريا نتاعي بعد ما طابت حوالي 4 دراج في الكوكوت، ليسونسيال كي تخرجوها تلقوها هبت زبده كما نقولوا حنا، تخليها تبرد في عقلها. شنجي توا لل7 كيلو نتاع البرتقان نتاعي، زون 3 كيلو قش نحيت لهم يعني الزيست نتاعهم، عديتهم على كل ماشين هذيك، يعني حكيتهم هكا باش نحي جوست كانك القشره الفوقانيه الرهيف، على خاطر اللب الابيض هذاك راهو يفسد لك الجيو نتاعك ويخليه يطفح مره اخرى. والباقي الكل قصيته، يعني الكونتيتي 7 كيلو هذيك قصيتها الكلها روندليت. زون 3 كيلو نحيت لها الزيست والباقي خليتهم هكاك. عصرت الجو اللي عندي الكل، تحصلت على حوالي 4 لتر متاع جو، معناتها عصرتها بالعصاره. وهذه السناريه متاعنا شوفوا شكلها كيفاش راهي تبدا هابيه، يعني هكا كيف تمرسيها بصوابعك راهي تمشي معاك زبده. توا شنو باش نعمل؟ هذه الزيست اللي عندي. ريتو السر هذايا الكل في الزيست. الزيست هي اللي تبنن مش عادي. انا توا شنو باش نعمل؟ باش ناخذ هكايا مغرف من السفناريه الطايبه هذيك، نحطها في الروبو، نزيدها شويه ماكل ماء الحلو هذاك. صدقوني والله الماء نتاع السناريا بركي تشرب وحده. كالريحه نتاع السيترون مع الضغط نتاع الكوكوت مع الريحه نتاع الفانيليا ما شاء الله. حتى جبنا الروبو هذاك، حطيت المغرف نتاع السفناريه، باش نزيدها شويه من لي زيست هذوكم، وش نصب له هكايا باش باش نزيد نطريه بالجو نتاع السيترون. صدقوني روسيت سهله، اسهل من هكا يظهر لي ما فماش. والكولور راهو من غير لا مصبرات. سامحوني الكولور من غير، يعني ما عملتش لا الكولور دورانج، لا عملت مصبرات، لا حتى شيء. انا شنو جبتك الكلباسين هذاك الابيض،
وحطيت فيه كما الغربال. انايا هذاك الاصفر، هذاك الصفاي الاصفر راني نصفي فيه في العاده في سباغيتي، اما هو النقب نتاعه اجود من الصفاي المستانسين به. استخفيت به، حطيت هذاك الشقاله البلاستيك هذيك، وباش نبدا نصب في الجو نتاعي في الروبو، ومن بعد نصبها ديريكت فك الصفاي. يظهر لي لحد الان سهله برشا. به نعاودوا نفس الطريقه، نصب السناريه شويه زيت والجو هذاك ونصب غادي. باهي تو انا باش نحكي لكم لهنايا على السر نتاع التصبير نتاع. انايا في العاده نعمل الجو هذا ونحطها فك لي ساشي هذوك نتاع الكونجيلاسيون، ونحطها في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور. بصراحه حسيتها هكا كيف تفوت شوي، يعني 6-7 شهور هكا الساشيات نحسهم كل يتقطعوا شوي، وك السكر قوي نحسه يخرج ويمسخ لك الفريجيدير ولا الفريغو، وحتى شكلها كي تحسي روحك قطعي فيه. وانا دبرت عليا اختي قالت لي علاش ما نمشوش ناخذوا دبابيز البلاستيك اللي يشرو فيهم، احنا فما سوسيتي هنا تبيع فيهم، قلت لك اللي يشرو فيهم الجماعه اللي يصنعوا في العصير في المحلات والكل، تبدا دبوزه هكايا بلاستيك اول مره باش نستعملوها، معناتها خير حتى من دبيز الصافيه صغار، والبوشون نتاعها يعني يضبط ديريكت هكا كيف تسكريه تقول تك يعني باش تاك تحلي زاد تقول تك، يعني كانك انت اول استعمال، كانك حليتي دبوزه جي معناتها بيرج ولا دبوزه جازوز ولا اللي هو على كل. باهي هذاكم بالنسبه للدبيزات، استعملت بونوسيترا بويترا. باهي لهنايا توا شوفوا الجو كيفاش يعني عصرته بك هكا، عديت على الغربال جويد هذاك، ماهوش جويد راهو منقب هكاك موين. ريتو لي زيست هذوكم راهو ماهوش سفناري، خاطر سفناري ذابت، لي زيست هذوكم تاع الاورانج. انا عصرتها فمي كمليح هذا، يعني معستها بالمغرف مليح لين تعصر، وش نزيدها الزيت وزيت باش نحطها فك العكاب نتاع الجو اللي باش نزيد نسقي بيه السفناريه. هذايا الكل انايا ماذا بيا بزيد هكاية مصميص على الزيت نتاعها، على خاطر السر نتاعها الكل فك الزيت وروح البرتقان هذاك. وباش نعاود بنفس الطريقه بعد ما عبيت الشقاله البلاستيك البيضاء، باش نزيد نكمل يعني بنفس الطريقه حتى نعبي الريسبيون هذيك الراس. سامحوني البنات، ما نعرفش حسيت الفيديو طولت عليكم، راني حابه يعني نوصل لكم الميساج على الاخر باش وحابه ما نفوتش حتى ايتاب، يعني باش كي تعملوه تبدو ضامنين وضامن رب تجيكم نتيجه سمحه، على خاطر زاد مش باهي واحد يخسر هكايا فلوس، طب الدنيا غاليه ويخسر جهد وتعب وبعد تجي حاجه يعني ما حاجه جراف. جبت توا البيبيزات، جبت الدبوزه البلاستيك صغيره هذا راهو كونسونطري، انا عملت بيبيز صغار بونص والبيبيز بويترا. هذيك الدبوزه بونص نستعملها في 2 لتر نتاع ماء، 2 لتر نتاع ماء يجيك الجو نتاعك هكايا معناتها عاطي شويه على القوه، ويجيك بالكدا اللي هي اون برينسيپ 2 لتر تحلها في ما اقلش من 2 لتر ونص 3، اما انا نحبها تبقى قويه هكا شويه. وباش نعمل في الدبيز بويترا، اللي بويترا هذه معناتها تعمليها ما اقلش من 4 لتر ونص، وصدقوني هاكم باش تعملوه وتذكروني بركة، ردوا بالكم تنسوني في رحمة الوالدين واش طالبة حد شيخة، وما تنسوش لابوني. لهنا عبيت الدبيزات نتاعي الكل وسكرتهم ونحطهم نخليهم هكايا حتى كشي يبردوا شويه، كانوا هم سخان، كان سفنارتك بارده راهي امورها واضحه، وسكري بالكدا وامشي حطيهم في الفريغو. وصدقيني راكي وقت وانت جبداها الدبوزه تخليها تذوب شويه، على خاطرني انا جربتها وراني قبل ما نهبط روسيد في القناه راني نجربها، على خاطر قناتي مازالت صغيره ما نحبش تضرب لي، راني نجربها على روحي ونخليها تشوفها في الثلج كيفاش وفي السخانه كيفاش، باش كي نعطيكم معلومه نبدا انا متاكده من المعلومه 100%. هذوما الدبيزات نتاعي كلهم كونسونطري. هذه الدبوزه الاولى بالكل ما حبيتش نسكر لها الغطاء نتاعها باش نعمل لكم بها تيست، ومن بعد كيف نسكرها تبدا امورها واضحه. هذوما الدبيزات ما شاء الله محلاهم، ان شاء الله عجبتكم الطريقه وميرسي بيان، استنوني في برشا وصفات اخرين قبل رمضان. سامحوني بالنسبه للدنوون نستعملوا نفس الطريقه نتاع السناريه، نغلوها بالسكر والفانيليا وعود باش نسقوها بالاورانج، نصبوا لها الحليب وعلى النص لتر حليب نستعملوا كعبه ياغورت القوم تاع الخوخ، اوبليجي عليكم تعملوا القوم تاع الخوخ معاها الحليب معاها نفس الروسيت هذيك نتاع السناريه. باي باي.